مبسس الطاجين يدوب الذوبان مع كامل أسراره للمبتدئين. سالي ان سالي، ان شاء الله تكونوا كاع حبابي بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم فلة للوصفات السهلة والاقتصادية. كما عودتكم هذا اليامات راني دخلتها عليكم غير صوالح التقليدي وصوالح القهوة الملوي البغرير، واليوم جبت لكم المبسس. هذا المبسس جماعة غادي تعتمدوا هاد الوصفة، انا نبغيه يكون رقيق، ما نبغيه هذاك الغليظ، ما نبغيه هذاك اللي يكون حديدة، لا، نبغيه يكون رقيق يدوب في الفم. وهذه هي الوصفة اللي غادي تستمتعوا بها وتحضروها ان شاء الله. شوفوا هنايا انا رحت شريت سميت سمول. شريتها هذا القابصة ب10,000. ما على باليش كل واحد وكيفاش يبيعها، انا نشريها على واحد يبيعها ب10,000. اديت منها 3 كيلات. السميد يليق يكون متوسط، انا رحت شريت هذا المتوسط ودرت به كيلت به هذاك البول جاي صغير على الغرفية المتوسطة اللي ناكلو فيها الحريرة. السما نتوما عينكم ميزانكم، بقات من هذيك الساشي غي كيلة من هذه. وتروحوا ديروا فيه 3 كيلات سميد مغرف ونص، ملح ملعقة متوسطة صاي، وتخلطوا النواشف اكيد. ومن جهه واحده اخرى تاني في نفس البول اللي كيلتو به السميد تروحوا ديروا كيلة زيت ونصها السمن ولا انا درت هنايا. الا بغيتو ديروا عليا ويجيكم مبسس مختلف ومغاير وبنين يسقسوكم عليه، ديروا المارغرين هذيك نتاع الطلي، هذيك اللي تجي في الكاغط. انا نسيت باش نصور لكم، بصح المره الجايه نصور لكم ان شاء الله. ما ديروش المارغرين صول ولا لا، هذيك اللي يطلو بيها الخبز. صاي فهمتوني؟ المهم روحوا ديروا كيلة نص نص وصاي، هذا مكان من بعد ما تكونوا دوبتوها. وبسوا لي هذاك المبسس، هذاك السميد عفوا، بسوه ديجا علاه يقولوا له المبسس يتبسس. بسوه بين يديكم غير بالعقل هكا واحد 2 دقائق تكفي فقط. هو خفيف يشرب خفيف يبسس روحه بروحه، عاونوه غي بيديكم. كيما راكم تشوفوا انا واصلت هذاك التبساس، واصلت غير بيديا بالعقل حتى تحكموها هكا بين يديكم وتشوفوها هكا تتشكل معاكم كي الكويره، ماشي عجين وانما غير هكا كي الكويره بين يديكم. ساي هذا هو التبساس، هذا هو المقدار الملائم. كما راكم تشوفوا انايا هذه عود علمتها لي ماما. نقسم السميد على زوج باش ما يغبنيش وندير زوج خبزات، ما نديرش خبزه كبيره ولا. كما راكم تشوفوا نجيب طبسي واحد اخر وندير فيه النص اللي بقالي نكون ديجا حميت الماء يليق يكون دافي باش تتلمد لكم هذيك العجينه. التلماد غادي نوريكم الطريقة. شوفوا كيفاش يكون في البداية. كبوا غير شوية ماء وخلطوا هكا كي تشوفوا نتوما تكبوا في الماء غير هكا غير بشوية غير بالمغرف كبيرة قعدوا تكبوا. كي تشوفوا جوغ ولات عجينة سي بون حبسوا. ما يليقش تقصحوها بزاف وما يليقش تولي عجينة ولا لا، غير تتلمد كيما راكم تشوفوا تبقى تتفتس. المهم قد هكا ما تنجموا تسرحوها. هذه العملية خاصة للمبتدئات والمبتدئين، لازم تركزوا فيها. هنايا يليق يكون هذا التدوار بالكف نتاع اليد، ما يليقش يكون بالاطراف الاصابع باش ما يخلي لكمش لاطراس. كما راكم تشوفوا انا هذاك السميد اللي بقالي درته من الفوق ودرته من التحت باش يجي مبسس شباب احمر كيما يبغي الخاطر. صاي حفظتوا الدرس ولا ما حفظتوش المبتدئين؟ كما راكم تشوفوا انايا بديت بهذوك لي كوتي، قسمتهم وخرتهم على جهه، وثاني الوساطة كما راكم تشوفوا. نخليكم تتابعوا الطريقة وخطوة بخطوة. روح تاني للجهة المقابلة، تاني قسمت هادوك لي كوتي باش ما يبقوش حواشي ولا نورمال طيبوهم عادي. وهادو هما المبسات الكاريات اللي حنايا نقدموهم خاصة لضيوفنا
وهذه هي كما راكم تشوفوا، راني غير بالخدمي وبالاطراف وغير بشويه. ما تضغطوش على المبسس ما يبغيش الضغط، غير حاولوه، ما تقولوش راه يتفتت ولا بالعكس. وساووه كما راكم تشوفوا بهذيك العمليه، تبقوا تقلبوا فيه على هذوك الحواف تاعه الاربعه. كي تكونوا هكا تقسموا به في الخدمي، حاولوا هذاك الفتات ما تقيسوش، حاولوا تلمدوه وديروه في العجينه ولا نصف الاخر كما راكم تشوفوا انايا. تاني زدت كملت هذيك العجينه اللي بقات لي، وتاني نفس الطريقه لمتها شويه بالمحامي ورحت لمتها. وتاني بالكفة تاع يدي عاودت كنت هكا نوري فيها لصاحبتي، كانت صاحبتي عندي، قلت لها لبست مشي بالاطراف تاع الاصابع غير بالكف. وتاني في القسم تاني ما تقسميش عرض ولا اقسمي على حساب الطول كما راكم تشوفوا. نبدو بهذوك الحواف. قلت لها ديجا واضحه في الصورة، بغيت نبين لها نفهمها باش تقسمها طوليا وتخليهم اعراض الحبات باش يجوا شابين. وهذه هي، وهذا هو اسهل من البسس نتاعنا حنايا الغرب، ما كانش منه ديريكتومون، ما تخلوهش يقعد ولا. هنايا لاستيس انا نتاعي اللي تعلمتها تاني على امي، المبسس باش ما يتفتت لكمش وباش يجي هكا خفيف على اليد واللي خاصه المبتدئين. قلبوه غير بالخدمي صاي، ما تقلبوه لا بقارفو لا لا، غير بالخدمي. طلعوه هكا شويه وعاونوا بالقارفو شويه، اوب قلبوا هذا مكان. خلوه يتحمر التحمار على حساب الجو تاعكم. والسر الثالث تاني هنايا، جيبوا لي هذيك الطرف نتاع القماش وبقوا تمسحوا كل ما درتوا حبات واحد اخرين عليه باش هذاك ما يحرق لكمش الحبات تاعكم اللي يبقى من الحبات السابقين. هذه ديروها في راسكم، خاصه اللي قعدتوا معايا حتى لهنايا. راكم ديتو هادو الاسرار الثلاثه كما راكم تشوفوا غير بشويه بشويه. النار ما قلت لكمش اللي قتكون قليله ماشي متوسطه وماشي قويه. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا. تهلاو في رواحكم، سلامه، باي.